السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هتعملي التورته الفور سيزون ال30 في 40 بكل احترافية في البيت. هنعملها مع بعض النهارده. انا مرضتش اعملها معاكم من الاول، ازاي هنعمل السور الشوكولاته كده من الجناب علشان خاطر نقفلها. اول حاجه معايا هنا ورقه فاكيوم، اي ورقه فاكيوم معاكي اي مقاس على حسب ما انتي حابه تعملي التورتايه. بسيح شوكولاته خام دارك على الحمام مائي، وبعدين حطيتها في كيس حلواني وقطعتها حته صغيره خالص، وعملت كده بالشكل دوت رايح جاي بالشوكولاته، وبعدين عملت عكس عكاز. جبت طبعا التورتايه انا مجلساها ومقفلاها وبنحطها في التلاجة. بنصبر دقيقة واحدة بس لحد الشوكولاتة ما تشد معانا، وبعدين نقوم واخدينها نحطها كده ونبتدي نضغط جامد كويس جدا على الجناب، وبعدين ندخلها التلاجة. شايفين بتطلع من التلاجة، بتطلع بمنتهى السهولة خالص ورقة الفاكيوم منها. دلوقتي برضك عملت نفس الموضوع مع الشوكولاتة البيضة. سيحتها على حمام مائي، وبعدين عملتها على ورقة الفاكيوم وحطيتها بنفس الشكل، وابتديت اشد واسحب كده علشان اوصل الشوكولاتة البيضة لحد الشوكولاتة البني. وبالكريمة عملت كده تقطيع 4/4 الفور سيزون بالقمع دوت، بس بصراحة ما كانش شكلها عاجبني لانها وشلتها كده اهو زي ما انتوا شايفين. وابتديت انزل بالقمع كده على طول مش بالجنب. انا كنت عايزة القمع الصغير شوية بس ما كنتش لاقياه. فمش مشكلة بقى، هي طلعت في الاخر شكلها حلو جدا. دلوقتي عبيت معايا هنا كراميل، وحطيته في برضو كيس مفتوح حتة صغيرة خالص، وابتديت اعمل بشكل عشوائي كده. عملت معايا شبابيك صغننة شكلها حلو جدا. وحطيت في النص كده عين جمل. طبعا علشان احنا عارفين الكراميل بيليق معاه عين الجمل اكتر. ومعايا جناش ابيض حطيته كده وزحته. انا مرضتش اطول عليكم في ان انا اعمل الحاجات التجهيزات دي كلها لان انا كنت كمان مستعجله جدا. حطيت كريسبي ابيض وكريسبي صغير في الجناش الابيض، وهعمل جزء قدام الكراميل بالفاكهه. هبتدي اوزع الفاكهه كده. قطعت التفاح وحطيته شرايح، كان عندي تفاح احمر واخضر، وابتديت احطه ورا بعضيه على طول زي ما انتوا شايفين كده. لو لسه ما ضغطتيش لايك ياريت تضغطي لايك. حطيت التفاح ورا بعضيه، رصصته في الجزء اللي انا سايباه للفاكهه. طبعا ده يرجعلك انتي، ممكن تعمليها بالنوتيلا مفيش اي مشكله. انا هعمل الجزء الرابع هعمله بالجناش. قفلتها كده كلها بالشكل دوت. تفاح كان احمر مع تفاح اخضر، يعني صف كده وصف كده. وبعدين حطيت فراولاية مفتوحة مروحة، وحطيت جزء من الكيوي مفتوح 7 في 8. وعملت التفاحة. وبعدين هنا بقى حطيت في الجزء الرابع حطيت الجناش وحطيت شوكولاتة في النص، ووزعت كده بندق بالشكل دوت. شايفين شكلها في الاخر اللهم بارك تحفة.